وبرفع لي شوية بصل وفلفل والحاجات عشان أزين فوق الصحن. تمام. ونحط حلاوة لهنا هنا. تمام. الله، هذا اللي حيعطي نكهة. تمام، حيجمع النكهات كلها. نضبط كده مظبوط. شوفوا يا جماعة، الله على الريحة بس تجنن. دحين نتركه كده 5 دقايق عشان النكهات كده يتجانسوا مع بعض ويكون جاهز ان شاء الله باذن الله تعالى. يا سلام، شوفوا تبارك الرحمن، لذيذة وسهلة ويدفي. شوفوا كذا نقدر نقول اتجانس النكهات. جمالهم تبارك الرحمن. كذا إدام العدس مع الحمص والدجاج جاهز. شوفوا حبات الحمص ما شاء الله بالعافية علينا وعليكم. شوفوا العدس الذايب تبارك الرحمن. يعني شوفوا معايا يا جماعة، أطعم إدام عدس مع الحمص والدجاج تبارك الرحمن. لا يفوتكم الوصفة، تجنن. تابعوا معايا الفيديو. شوفوا جمالهم. في ده الشتاء هو ده المطلوب يا جماعة، مغذي ويدفي وإيش وكمان كل شيء حلو لذيذ. صح، ما شاء الله. ركزوا لي في ده الجمال والطعامة والحلاوة اللي في القدر يا جماعة. ما شاء الله تبارك الرحمن. حتى أطفالكم حيحبوا دي الوصفة. ليش؟ لأنه دجاج كمان مقطع وصال صغار بدون عظم، فسهل إنهم ياكلوا. شوف، مع الرز الأبيض أو مع العيش، حاجة لذيذة وخطيرة يا جماعة. لا يفوتكم الوصفة. وما ننسى مقرمشات اللي رفعنا في البداية. نزين الطبق. تخيلوا معايا الطعم يعني. شوفوا لي المقرمشات اللي رفعته كذا يكون احلى طبق يا جماعه. لذيذه ما شاء الله تبارك الرحمن يا جماعه. وصفات لذيذه واقتصاديه، مو مكلف، وغير كذا مشبع ولذيذ تبارك الرحمن. لا يفوتكم يا جماعه. شوفوا إدام العدس اللذيذ مع الدجاج والحمص والبطاطس مع الرز الأبيض. ما شاء الله تبارك الرحمن. حبايبي كذا وصفتنا جاهزة. أتمنى عجبكم وطبقوا الوصفة يا جماعة. تمام، تبارك الرحمن. ما ينفع يا جماعة ما أشهيكم، صح ولا لا؟ الإدام اللذيذ ده تبارك الرحمن. ما شاء الله تبارك الرحمن. جميل جدا ولذيذ جدا. ما شاء الله. القرمشات مرة متحمسة أشهيكم زيادة وزيادة. مع الرز الأبيض لقمة اللي هنا قديش يدفي وقديش لذيذ تبارك الرحمن. وعادة تبغوا تخلطوا كذا وتاكلوا بيدكم. كل شيء ينفع، كله يجي. ما شاء الله. مع قطعة الدجاج والله يا جماعة ما ينفع كذا. نسينا البطاطس. شوفوا البطاطس مع الكشنة والفلفل. شايفين؟ ما شاء الله. كذا خلاص شهيتكم بما فيه الكفاية. ايش رايكم؟ خلاص نروح نتغدى بالعافية علينا وعليكم يا جماعة. أتمنى تطبقوا الوصفة. تمام، لأنه فعلا لذيذ.
السلام عليكم.